إذا كنتِ تعاني من تشقق القدمين والجفاف، خلّي هذا الفيديو لإنه مهم ليك. بمناسبة شهر رمضان الكريم حبيت نهنيكم من قلبي ونقول لكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية وفرحة وحب. سلام أميرات، إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم ملاحة. اليوم أميرات جيتكم بفيديو جديد، وفي هذا الفيديو راح نحكيو على أهم حاجة في المرأة واللي تميز المرأة إذا كانت عندها أنوثة عالية، تهتم بنفسها وتدلل روحها ولا لا، واللي هي القدمين. إذا أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس باه يوصلك كل جديد مني. وأول حاجة أميرات راح نحكي لكم على أسباب تشقق القدمين، واللي هي أول سبب إنه عدم شرب الماء، تاني سبب واللي هو الجفاف، وتالت حاجة واللي هي ما كيش تلبسي حاجة في رجليك، ورابع سبب واللي هو الماء الساخن، وتانا انك ما تهتميش برجليك بصفة منتظمة، يعني ما كيش مدايرة روتين عناية اهتمام لرجليك. واليوم حابة نشارك معاكم تجربتي مع كريمة القدمين روعة خلاه. الكريمة هذه مخصصة لترطيب القدمين وتنحيلك التشققات تدريجيا، يعني مع الاستمرارية راح تعطيك نتيجة باينة. وحبيت نحكي لكم على مكونات الكريمة كادونس وفوائدها للقدمين. أول مكون اللي كاين في هاد كريمة كادونس واللي هو زبدة الشيا. زبدة الشيا أميرات معروفة ترطيبها القوي وإنها تغذي الجلد بعمق وتعالج حتى التشققات. وتاني مكون واللي هو الفازلين. الفازلين هنا راح يساعد على حبس الرطوبة داخل الجلد وراح يسرع من عملية ترميم القدمين. وثالث مكون واللي هو زيت اللوز، وهنا الفايدة تاعو انه راح ينعم لنا الجلد ويعطيه مرونة ويخلي رجلينا شكلها صحي وناعم. وحبيت نحكي لكم ونوري لكم طريقة الاستعمال الصحيحة تاعها بهكا تستفادوا منها قدر المستطاع، لانه كون تكون طريقة الاستعمال تاعكم ماهيش صحيحة وما كومش مستمرين منهم ما كومش بلوتو راح تلقاو حتى فايدة من هاد الكريمة. طريقة الاستعمال تاعها الصحيحة انه أول حاجة حطي رجليك في ماء دافي مع ملح مع بيكربونات وخليه من لمدة 15 دقيقة. وتاني حاجة ديري كمية الكريمة هذه مناسبة لرجليك. وتالت خطوة دلكي رجليك بحركات دائرية حتى تحسي انه رجليك امتصت هاد الكريم. ورابع خطوة البنات واللي هي أهم خطوة إنه البسي تقاشر في رجليك هكا باه تحافظي على الرطوبة والنعومة تاع رجليك. وأفضل وقت أنك تستعملي هاد الخطوات اللي قلتهم لك هو في الليل قبل ما ترقدي. والنتائج المتوقعة اللي رايحة نقولها لكم بصراحة وعن تجربة شخصية انه من اول استعمال راح تحسي برطوبة في رجليك، وبعد يامات مع الاستمرارية تشققات راح تبدأ
تنقص منهم، رجليك يوليو ناعمين وصحيين وفيهم أنوثة وجمال. وحبيت هنا أميرة نعطيكم نصائح إضافية باه تحافظي على هاد النتيجة وتبقى معاك ديما. أول نصيحة، اشربي الماء بكميات كافية لجسمك. وتاني نصيحة، تجنبي الماء سخون على قد ما تقدري. وتالت حاجة، استعملي الحجر الخفاف حتى ولو مرة في الأسبوع، ما تكتريش منه. ورابع نصيحة واللي هي أهم نصيحة، ما تنسيش الترطيب اليومي. وصلنا أميرات لآخر لا فيديو، إن شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من هاد الفيديو والتجربة. ما تنسيش تشاركي هاد لا فيديو مع صاحبتك، أختك، حبيبتك، بارطاجي لها هاد لا فيديو حتى هي تستفاد من هاد النتيجة والتجربة تاعي. وإذا ما زلتي ما اشتركتيش في القناة، أكيد لازمك تشتركي، لأنك راح تستفادي من قناتي وراح تخليك تحبي نفسك أكثر وأكثر، تخليك تحبي أنك تهتمي بنفسك. وما تنسايش تخليلي لايك وكومنتير مليح كيفك. وفي أمان الله، نحبكم.